أشير إلى ما أقوله، فنحن بحاجة إلى وسيط لكي يرضي كل الأطراف المتنازعة. واليوم نحن مقبلين على انتخابات، والإقليم مر بانتخابات وأفرز حالة جديدة وهي المعارضة في داخل الإقليم. طيب سيدة نرمين، هل تتفقين مع هذا الكلام أن المشكلة بين بغداد وكردستان لن تحل سياسيا بين الأطراف الموجودة الآن، بل بحاجة إلى وسيط ثالث لحلها؟ طبعا هو عادة بالمحادثات ضرورة وجود وسيط مهم، لكن الآن احنا هما طرفان مهمان في العملية السياسية في العراق، والدستور هو الحاكم الوحيد بين الأطراف، وفي نفس الوقت هناك وسيط الأمم المتحدة لحل القضايا المناطق المتنازع عليها، وأيضا عرض مقترحاتها على الأطراف المعينة في العملية السياسية وفي أيضا بالعمل من ضمن نطاق الدستور. نعم هناك تغيير في الموقع وفي التغيير في المواقع السياسية وفي الموقف السياسي الآن، يعني هناك رغبة كاملة ونحن على أبواب الانتخابات الآتية في كانون الثاني، يعني أكيد هناك رغبة قوية، ولو هو الحل أكيد ما ننتهي إلى حل نهائي، لكن البدء بالحل أحسن مما نبدأ وتظل القضايا هي عالقة لحد الآن. وزيرة نرمين ابقي معي لنرى وجهة نظر بغداد. هل ترى أن هناك حل قريب للخلاف بين كردستان والعراق؟ هل عاد المالكي بما رغب فيه السيد عبد الكريم العنزي النائب عن مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد إذا سمعتني؟ لابد من الوصول إلى حل. نحن شركاء في العملية السياسية، ونحن مع أن نصنع الواقع السياسي الجديد والنظام السياسي الجديد. والسيد المالكي وكذلك في قادة الاتحاد الكردستاني السيد رئيس الجمهورية والأستاذ مسعود البرزاني. نعم. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الكريم العنزي النائب في مجلس النواب عن الائتلاف العراقي. سيدة نرمين، كنت أتحدث إليك، أنت تقولين أن الحل يجب أن يكون، كيف سيكون شكل هذا الحل؟ حديث اليوم الطالباني عن عدم الانفصال، هل كان هذا مقابل، هل كان في هناك مقابل قدمته الحكومة العراقية ليدلي بهذا الحديث؟ طبعا هو الحل موجود ضمن الدستور، مثلا حل المناطق المتنازع عليها لدينا لجنة مشكلة ومادة 140 لمادة 140، وأيضا وضع خطوط عريضة لحل المناطق المتنازع عليها، ليست فقط المناطق المتنازع عليها خاضعة لإقليم كردستان أو المناطق الكردستانية، هي مناطق أيضا بالجنوب والوسط. يعني مادة واضحة بالدستور خطواتها تتبعها هي طريقة للحل. وأما بالنسبة للعقود النفط أيضا يجب هناك وجود تفاهم بين الأطراف، وفي حالة عدم يعني الوقوف إلى نقطة معينة ولحل معين هناك الدستور أيضا وهناك محاكم. لذلك أقول أنه هناك وجود حل داخلي إذا كانت النوايا صادقة. أود أن أقول مرة ثانية هما طرفان كبيران في بناء العملية السياسية المنشودة، واليوم في تصريح السيد مالكي أكد على أنه العملية السياسية مهمة بالنسبة للأطراف، وعملية سياسية لا يمكن أن تبني إلا في جو سلمي آمن ووجود حلول لكل المشاكل اللي موجودة بين الأطراف السياسية والقوية في داخل العملية السياسية العراقية. جوهر الخلاف سيد الغزي